والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحديث عن المدرسة العمومية يفرضه واقع الأحداث، الاضطرابات التي استمرت أكثر من شهرين، وكذلك أزمة كوفيد، كليهما يعمقان أزمة المدرسة العمومية ويعمقان من النتائج السلبية على جيل برمته. من الكلمات أو المصطلحات التي يتم إطلاقها في الحقل السياسي والإعلامي كلمة الإصلاح. الإصلاح مفهوم معقد وشامل ومركب، وليست كلمة نطلقها على عواهنها. الإصلاح هو تغيير محتوى وأساليب التعليم من خلال المناقشة حول هذا المحتوى أو الخبرات التي تؤدي إلى فرد متعلم أو مجتمع متعلم. يتضمن الموضوع الثابت للإصلاح فكرة مفادها أن التغييرات المنهجية الكبيرة في المعايير التعليمية من شأنها أن تنتج عوائد اجتماعية، صحة المواطنين ورفاهيتهم وثرواتهم. الإصلاح هو جزء من العمليات السياسية الاجتماعية الأوسع، وجزء أيضا من العمليات الثقافية والاقتصادية والتحولات الشمولية على مستوى المجتمع. الإصلاح يكون بغرض إصلاح مجموعة من العلل الاجتماعية التي تتركز في تعليمنا مع كامل الأسف، مثل الفقر، عدم المساواة بين الجنسين، وعدم المساواة على مستوى الطبقات، أو عدم الفعالية. والسؤال سيكون مفتوحا إلى السيد وزير التربية الوطنية السيد شكيب بن موسى: أليس تعليمنا يركز كل هذه المساوئ والعلل؟ وماذا قمتم به لتشريح وتجاوز هذا الواقع من غير الدفع بالمدرسة العمومية إلى مزيد من الأزمة؟ وهل تتفق معي على أن الإصلاح لا يتم إلا من طرف المفكرين؟ بمناسبة الحديث عن السيد شكيب بن موسى، اضطررت للبحث في سيرته الذاتية وفي مساره المهني ومساره على مستوى المناصب العليا، وأيضا الاطلاع على رسالته وأعماله الجامعية، خاصة رسالته الجامعية التي ناقشها أمام معهد كامبريدج للتكنولوجيا بالولايات المتحدة. وبالضبط اعتمد السيد الوزير على 22 مرجعا، وطلعت على بعض مقالاته حول التيارات البحرية وتأثيرها على تطور حزمة مواجهة ستوكس، والتي نشرها إلى جانب أستاذيه. قادني هذا البحث أيضا إلى البحث عمن مر بهذا المعهد والذين فازوا بجائزة نوبل، وعددهم بالضبط يتجاوز 100 شخص. قادني هذا البحث أيضا إلى التفتيش في سير الذاتية لمجموعة الطلبة الذين مروا في عصر السيد وزير التربية الوطنية، ولفت انتباهي عدد من الهنود، وقمت بالتفتيش بربط الخيط بين معهد كامبريدج ومعاهد أخرى بالهند، فاكتشفت أن طلبة الهند نسخوا تجربة معهد كامبريدج في بلدهم، وفهمت أن الثورة التكنولوجية والثقافية والتربوية في الهند ساهم فيها هذا المعهد، أو هذا المعهد المستنسخ عن معهد كامبريدج. تمنيت أن يستنسخ لنا السيد وزير التربية الوطنية الذي مر والذي يفهم في كل شيء في الحقل الدبلوماسي وفي الحقل الأمني وفي الحقل التربوي، باعتباره يملك هذه الملكة التي لا يملكها أي مغربي، وهي العصا السحرية التي تجعله يمر بجميع القطاعات
وأن يفهم في جميع الملفات بما فيها التنمية وبما فيها الأمن وبما فيها التربية وغيرها من المفاهيم الاقتصادية الشمولية. سؤالي للسيد وزير التربية الوطنية وسؤال مفتوح: لماذا لم تستنسخوا لنا مثل هذا المعهد في المغرب؟ وما الذي يجعلكم، ما هي المشاكل التي تجعلكم لا تستنسخون لنا مثل هذه التجارب؟ لفت انتباهي أيضا بحكم البحث وبحكم همومي واهتمامي بالتربية والتعليم التجربة النموذج الهندي، وطلعت على خطة العمل وعلى الاستراتيجية التي اعتمدها عالم استثنائي وأسطوري في الهند، أسندت له مهمة رئاسة لجنة إصلاح التعليم، وهو كريشنا سوامي، عالم الفضاء المشهور والذي جعل الهند ضمن الستة الأوائل في مجال علوم الفضاء. كان مديرا مشروع أول قمرين صناعيين بالهند، هو الذي ساهم في إطلاق مختلف الأقمار الصناعية الهندية. والرجل لم يدرس بكامبريدج ولكن درس بالهند، وأحدث انقلابا وثورة تكنولوجية غير مسبوقة بالهند. الرجل اقترح خطة بسيطة على مستوى الإطار النظري، ولكن على مستوى العمق الهدف أن تصبح الهند ضمن أفضل النماذج التعليمية في العالم، على طريقة مدرب كرة القدم قفز على النموذج التقليدي، أي خطة 10+2 إلى 5+3+3+4، أي أنه أضاف 3 سنوات إلى التعليم تمت تسميتها بالمرحلة المتوسطة. خلال هذه المرحلة الهدف الرئيسي هو إعمال التفكير النقدي والمنهج التحليلي. سؤالي سيكون مفتوحا إلى السيد وزير التربية الوطنية: هل يمكننا في المغرب أن نقفز على ما يسمى بالحفظ، حيث أننا حتى في الجامعة، وأنا مررت بالجامعة المغربية وأعرف أنني كنت مضطرا أحيانا أن أرد بضاعة إلى أساتذتي، هل يمكننا أن نعمل التفكير النقدي ضمن مناهجنا؟ قد يقول أحدهم: بالنسبة لك شخص، ماذا قدمت غير للنقد أو غير توجيه سهام النقد إلى الآخرين؟ أقول: كنت إطارا ضمن إحدى المدارس الخصوصية، وكنت مكلفا بصياغة برنامج عملها، ومكلفا أيضا بصياغة مشروعها التربوي إلى جانب زوجتي، وفهمت أن المشكلة ليست في صياغة البرامج أو أجراءتها، ولكن المشكلة أعمق بكثير. المشكلة في تلك البنية البيروقراطية المتكلسة، وأقصد الأكاديميات والمديريات، إلى درجة أن بعض الموظفين الذين كنا نقصدهم أو رؤساء المصالح كنا نزعجهم، لأنهم لا يريدون مدرسة متحركة، مدرسة تعتمد التجريب. سؤالي سيكون مفتوحا إلى السيد وزير التربية الوطنية: ما هي الأعمال التي نشرها السادة مدراء الأكاديمية، لا في مجال علم التربية ولا في مجال علم الإدارة؟ وما هي الأعمال التي نشرها مدير المديريات المنتشرة على خريطة المملكة؟ لا يمكن
أن نحدث إصلاحا بواسطة أجهزة بيروقراطية متكلسة، ولا يمكن أن نصلح قطاعا بدون إرادة سياسية. طيلة مساري كإطار بإحدى المدارس الخصوصية بآسفي كان التشويش من الإدارة، ولم يكن التشويش من أي جهة أخرى، التشويش المتعمد والتشويش المقصود أحيانا. إلى درجة أننا أغلقنا المؤسسة وذهبنا إلى حالنا، إلى حال سبيلنا. أقول: هل يمكن أن نصلح بواسطة مفتشين، لا أقصد أغلبهم، لكن أقصد فئة لا تميز بين المقاربة وبين المنهج وبين الآليات، هل يمكن أن نحدث إصلاحا في غياب شركاء حقيقيين؟ وأقصد الجماعات الترابية ومجالس الجهات التي يتم اقتياد رؤسائها بتهم خطيرة كما تنقل ذلك وسائل الإعلام. هل يمكن إنزال إصلاح في ظل أسرة أفلست على مستوى القيم؟ والدليل ذلك الإنزال الذي قام به التلاميذ نحو موقع تيك توك والمواقع الاجتماعية خلال فترة تغيبهم عن المدرسة. هل يمكن الإصلاح غياب شريك مهم وهو وسائل الإعلام؟ هل يمكن أن نصلح قطاعا حساسا عبر تغييرات على مستوى المركزي، تغييرات تهم الأشخاص ولا تهم البرامج؟ هل يمكن تغيير وإصلاح المنظومة التربوية في ظل احتكار الكتاب المدرسي من طرف فئة معروفة يعلمها الجميع قبل العام وقبل الخاص؟ هل يمكن الإصلاح في غياب تحفيز حقيقي لرجل التعليم الذي يتعرض للإهانة في كل مناسبة أو بدون مناسبة؟ والدليل وزير العدل الذي أهان الجامعة المغربية قبل ذلك. أترك هذه الأسئلة مفتوحة لعلي أجد الجواب عند السيد وزير التربية الوطنية